شكون فينا اللي ما كيعرفش هاد المدينه هادي اللي معروفه بهذا الرمز هذا اللي هي الحمامه البيضاء؟ طبعا هي هذيك مدينه تطوان. مرحبا بكم معايا فيديو جديد وجوله جديده في هذه المدينه الجميله مدينه تطوان اللي كتواجد بشمال المغرب. فعلا هي واحد المدينه رائعه بالطبيعه ديالها وفي نفس الوقت هادئه. هذه هي الدخله ديال مدينه تطوان، كيف ما كتشوفوا معايا الطبيعه والخضوره والجبوله. يعني قبل ما تدخل من وسط المدينه كتستمتع بجمال الطبيعه اللي في المدخل ديال المدينه. وهذا المنظر الطبيعي اللي كيتواجد في هذه المدينه ما جاش غير هكذاك، نتيجه ديال الموقع ديالها وطبيعه ديال الجو ديالها. كيف ما كنعرفوا ان فصل الشتاء كيكون عندهم الجو معتدل وممطر، وفي فصل الصيف كيكون الجو حار وجاف. قبل ما ندخل للمدينه ديال تطوان غادي نعمل واحد الدويره خفيفه ظريفه جهه ديال مرتيل. هذا هو شاطئ مرتيل اللي كيتعتبر من بين اجمل الشواطئ اللي في المغرب، واللي كيتواجد على ساحل البحر الابيض المتوسط، وكيتميز بجوده ديال الرمال ديالو. مرتيل بعيده على تطوان ب 12 كيلومتر. ودابا غادي نرجع نكمل الجوله ديالي في مدينه ديال تطوان. واللي كيعجبني في هذه المدينه هذه انها نقيه وهادئه، خصوصا في فصل الشتاء. كيف ما كنعرفوا ان في فصل الصيف كتكون عامره بالزوار ديالها والمحبين ديال المدينه هذه. واللي كيميز هاد المدينه هذه على باقي مدن في المغرب هي نوعيه ديال البنايه ديالها اللي كتنتمي الى الحضاره الاندلسيه. هاد الجهه هذه كتعجبني بزاف في مدينه تطوان، اللي هي هذه لوحه فنيه بالنسبه لي. ديور يعني في وسط الجبال وكاملين بويض، فعلا منظر رائع. وما يمكنش تجي مدينه تطوان وما تجيش هاد الشوارع ديالها. انا ما كنعرفش الاسماء بزاف ديال الشوارع اللي كنعرفوها، شارع محمد الخامس، وكنعرف السقايه وباب العقله وهاد الساحه هذه كنيسه، والجهه في كاين القصر الملكي حتى هو مزيوان. وهنا كاين شارع محمد الخامس كنظن، وكاينين محلات هنايا يعني تجاره مختلفه عندهم، اي حاجه بغيتيها كتواجد هنايا، المقاهي. وانتينا كدور في الشوارع ديال تطوان غادي يبان لك هذا المجسم هذا ولا التمثال اللي كيقولوا له دار الطير، حتى هو غادي تكون عنده قصه. وهاد الجهه هذه كنظن لها مسميه السقايه. وهنايا كاين قصر الملكي وهاد الساحه هذه. كان صعيب عليا باش نصور مزيان حيت هاد النهار هذا كانت الدنيا عامره بزاف. كانت السبت وكانت الدنيا عامره، واللي كيعجبني قلت لكم في تطوان هو فين ما مشيتي كيبان لك الجبوله، واحد المنظر غزال. شوفوا على حلاوه، هذا هو المنظر اللي كيعجبني بزاف في تطوان، فعلا رائع. كتقول غير شي لوحه تشكيليه معلقه في الحيط. وكيف ما كنعرفوا ان مدينه ديال تطوان معروفه بفنانين تشكيليين،
ومنهم العمام ديالي، حيت العمام ديالي والوالد ديالي الاصل ديالهم من تطوان، وفعلا كاملين بهم رسامة وفنانين تشكيليين بامتياز. ما يمكنش تكون تطواني الاصل وما تكونش فنان. ومن هنا كتكون قربت تنتهي الجولة ديالي في مدينة تطوان. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واخا خفيف ظريف. كيف ما قلت لكم صعب عليا نصور شي اماكن حيت كانت عامره بالناس وما كنبغيش نصورهم، واصلا مدينه تطوان غنيه عن التعريف، يعني ما كاينش شي مغربي اللي ما كيعرفش مدينه ديال تطوان بالجماليه ديالها وبالناس الطيبه ديالها. وكنقول لكم شكرا على مشاهده الفيديو ديالكم، الى جوله جديده ان شاء الله، جوله في شي مدينه اخرى. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.